المهم الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان، في هذا الفيديو غادي نحاول نتكلم على المقابلة الودية التي جمعت بين المنتخبين المغربي الوطني والمنتخب التونسي، والتي جرت على أرضية ملعب الكبير بمدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة المغربية الشريفة، وكذلك المدينة العاصمة العلمية التي انبثق منها مفهوم ونتيجة الجامعة الذي نعيشه حاليا، على اعتبار بأن هذه المدينة هي أول مدينة في العالم وفي التاريخ اللي تم إنشاء بها الجامعة، وهي جامعة القرويين. إخوان، كما تعلمون جيدا بأن هذه المقابلة التي جمعت بين المنتخبين المغربي والمنتخب التونسي أشعلتها النوايا الخبيثة ديال بعض لاعبي المنتخب التونسي، وبعد ذلك دخل كذلك الإعلام الرياضي التونسي ما بين قوسين على الخط، وبدأوا في إخراج كل ما بجعبتهم من أجل التقليل من قيمة المنتخب الوطني المغربي. هذا التصريح كان من بعض كذلك لاعبي المنتخب التونسي، ألا وهو الجزيري والساسي، لأنهم خرجوا بكلام لا يخرج من أفواه لاعبي ديال كرة القدم المحترفين، لاعبي ديال كرة القدم ديال كبار القوم في هذا النوع من الرياضة. ما كيخرجش منهم، ما غاديش تسمعوا عند لاعب برازيلي ولا لاعب ارجنتيني ولا لاعب فرنسي ولا لاعب الماني ولا لاعب حتى لاعب مغربي، على اعتبار بان المنتخب المغربي كذلك اصبح من بين كبار القوم في هذه الرياضة، وهو من المنتخبات التي أن وصلت إلى المربع الذهبي في كأس العالم الأخير. وكل المنتخبات عبر العالم التي وصلت إلى هذه المرحلة المتقدمة جدا من إقصائيات كأس العالم هي تعد على رؤوس الأصابع، وتلك المنتخبات هي نفسها تعتبر منتخبات ديال كبار القوم، وبالتالي ما غاديش تلقى شي تصريح غادي يجي ويخرج من افواه ديال اللاعبين ديال هذه المنتخبات هذوم الكبيره التي لديها قيمه ولديها وزن ولديها ثقل في المجال الرياضي. لكن المنتخب التونسي ولاعب المنتخب التونسي الذي صرح بانه سياتي الى مدينه فاس وسيلعب ضد المنتخب الوطني المغربي، وعلى ارضه انه سيهزمه وسيعود بالانتصار من مدينه فاس وامام الجمهور المغربي. وقال بان كذلك انهم غادي يجي لفاس وغادي يوري للمغاربه والمنتخب المغربي الوطني على الخصوص ما معنى الرجوله. هاد اللاعبين هذوم كانهم ليس لديهم معرفه بكره القدم وليست لديهم اخلاق رياضيه، وهم منعدمين الثقه حتى في نفسهم. كل هذا الكلام هذا صدر نتيجه انهم نتيجة أنهم يعرفون جيدا المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي والقيمة المالية والتسويقية ديال المنتخب الوطني المغربي. فهذا الساسي هذا الذي خرج بهذا التصريح هذا واللي بغى يجي يورينا الرجولة معناها، كنت نقول له بانهم خاصك توري الرجوله للعالم باسره، وتوريه القيمه ديالك التسويقيه بالمقارنه مع لاعب واحد فقط ديال المنتخب الوطني المغربي الذي هو اشرف حكيمي. فرجاني الساسي ليكن في علمكم بانه القيمه الماليه والقيمه التسويقيه ديال هذا اللاعب هذا التونسي هي 2 مليون ديال الاورو. فإذا قارناه بالقيمة التسويقية ديال اللاعب المغربي أشرف حكيمي التي تتجاوز القيمة التسويقية ديالو 80 مليون ديال الأورو، أنه خاصك في الملعب يكونوا عندك 40 ديال فرجاني الساسي، 40 ديال فرجاني الساسي خاصهم يكونوا في الملعب حتى أنهم يوصلوا للقيمة ديال لاعب واحد مغربي اللي هو أشرف حكيمي. وحتى المنتخب التونسي برمته وبأسره القيمة التسويقية ديالو أنها لا تصل إلى 50 مليون ديال الأورو. وهنا تكمن المفارقة والفرق الكبير ما بين جودة اللاعبين داخل المنتخب الوطني المغربي والمنتخب التونسي. غادي نقول لك أيها التوانسة، الإعلام التونسي والساسي والجزيري، غادي نقول لكم بأنهم الآن حكيمي الذي يلعب الآن لباريس سان جيرمان
لباريس ان جيرمان، ولا القيمه التسويقيه ديالو 80 ديال المليون ديال الاورو. فلو كان في منطق كره القدم، يعني فلو كان في منطق كره القدم بين قوسين انه بامكان يعني المقايضه ديال اللاعبين بمنتخبات، فباريس سان جيرمان يعني كان بامكانها انها اذا بغات تقايضكم بحكيمي، يعني الدوله التونسيه انها تقايضكم بحكيمي، راه تعطيكم حكيمي بوحديته، وانها تاخذ المنتخب التونسي كله باسره بطاقمه التقني وبكل لاعبيه، وغادي تبقاو كتخلصوا لباريس سان جيرمان يعني 30 ديال المليون ديال الاورو كنا سيدي في الشهر، لانهم عطاوكم حكيمي اللي هي القيمه ديالو 80 ديال المليون ديال الاورو، وعطيتوهم منتخب باسره بالطاقم التقني ديالو اللي القيمه ديالو ما كتعداش 50 ديال المليون ديال الاورو. اذا تخيلوا بان حكيمي يقدر يجردكم من المنتخب ومن الطاقم التقني ديالكم لوحده، وتبقاو كتاديو 30 ديال المليون ديال الاورو كنا سيدي في الشهر. فهنا كتكمل كنا سيدي المفارقه كنا سيدي كبيره جدا وجدا ما بين كنا سيدي المنتخب المغربي والمنتخب التونسي. ثانيا هنا السؤال الذي يطرح هو انكم انتم جايين يعني على حساب الكلام ديالكم، وقبل هذه المقابله هذه اللي تجرات على حساب الكلام ديالكم يعني جيتوا حاولتوا انكم تبرهنوا على ذاك النوايا الخبيثه ديالكم ضد المنتخب المغربي في اللعب ضد المنتخب الوطني المغربي، بغيتوا تبرهنوا عليه بالدقيقتين الاولى. فبمجرد الانطلاق ديال صافره الحكم واللي كان يعني الانطلاقه ديال الكره من بين الاقدام ديال المنتخب التونسي، يعني حاول المنتخب التونسي انه بغينا نقولوا بحاول انه يزرب على المنتخب الوطني المغربي، بداك الهجمه اللي هي انها ما اكتملت، وتم يعني القتل ديالها من طرف المحترفين والدهاء ديال المنتخب الوطني المغربي، وحيد لكم الكره. وبالتالي كانت عندكم في المقابله كلها هي ذاك الخمسه دقائق الاولى اللي انطلقت عندكم كنا سيدي الكره. اما بعد ذلك رجعتم وتكتلتم كنا سيدي امام المرمى كنا سيدي ديالكم طيله يعني لحيدنا 5 ديال الدقائق طيله 85 الى 80 دقيقه، وانتم يعني متراصين متراكمين امام المرمى ديالكم، لا تلعبون كره القدم ولكن كنتم تلعبون كنا سيدي شيئا اخر غير كره القدم، كما خلاها يعني كنا سيدي حاليلوزيتش وما بقى لكم الا انكم تناديو كذلك على الطاقم التقني ديالكم بانه يدخل كذلك ويساند كنا سيدي الدفاع ديالكم. وبالتالي انكم يعني بهذه الطريقه هذه وبهذا يعني التمظهر ديالكم، وهذا مظهر من مظاهر التخوف ديالكم اللي هو في العمق ديالكم انكم متخوفين من المنتخب الوطني المغربي، وكنتم فقط انكم تبحثون على نتيجه ديال التعادل، ديك النتيجه التعادل اللي كنتوا انكم غادي تخرجوا وغادي تبداو كتطبلوا بها وكتزمروا بها على مواقع ديال التواصل الاجتماعي، وغادي تعطيوها كهديه للاعلام الرياضي ديالكم، ويبدا كيمدح ويبدا كيضخم ويبدا كينفخ فيكم انتم كذلك، على اعتبار بان غادي تعتبروا بان ذاك التعادل اللي هو من مدينه قلنا سيدي فاس يعني انه تعادل بطعم قلنا سيدي الانتصار، يعني هذا هو النيه قلنا سيدي ديالكم. لكن ما حدث وهو العكس، وهو ان المنتخب الوطني المغربي رغم انه ما لعبش معكم بالمنتخب الاول، يعني خصكم تعرفوها هذه، لعب معكم كاين هنالك يعني اقحام عناصر ديال المنتخب ديال الشبان، المنتخب المغربي ديال الشبان مع المقابله في المقابله اللي غادي يلعبوا قلنا سيدي ضدكم اذا كنتوا كتلعبوا امام اطفال قلنا سيدي صغار، يعني مطعمين ببعض العناصر اللي هي داخل المنتخب الوطني المغربي واللي عندها قلنا سيدي الخبره والتجربه. فرغم ذلك انكم يعني ارتكنتم قلنا سيدي واركنكم المنتخب الوطني المغربي قلنا سيدي الى الدفاع. هذا كان يعني مرغم عليكم انكم قلنا سيدي ترجعوا للدفاع، لانه ما كانش عندكم قلنا سيدي خيار اخر، لانهم لو كنتوا انكم غادي تلعبوا كره القدم وما غاديش تلعبوا شي شيء قلنا سيدي اخر، فاكيد بان النتيجه كانت غادي تكون قلنا سيدي ثقيله جدا عليكم، كانت غادي تكون ثقيله جدا عليكم. لكن يعني كما بادر يعني الشوط الاول اللي كما تابعوه الكل وهو الشوط يعني منكمش من طرف المنتخب التونسي، ثم هنالك هجمات ومرتدات يعني من الاجنحه ومن الوسط ديال المنتخب الوطني المغربي، محاوله لتفكيك قلنا سيدي هذا الدفاع، الا غادي تجي قلنا سيدي الفرصه قلنا سيدي المناسبه، وهي في الشوط قلنا سيدي الثاني بعد ان راى بان المدرب المغربي وليد الركراكي بان هذا المنتخب التونسي هذا يجب يعني تشتيت يعني هذا التراكم ديالو، وتشتيت يعني هذا الازدحام قلنا سيدي ديالو داخل المرمى قلنا سيدي ديالو. فغادي تجي انا ذلك يعني غادي تجي الفرصه ديال اللاعب قلنا سيدي حكيمي اللي هو الحامل ديال الشامبيون ليغ مع باريس قلنا سيدي ان جيرمان قلنا سيدي حاليا، وكذلك قلنا سيدي سابقا مع ريال قلنا سيدي مدريد.
فغادي يجي كنا سيدي حكيمي الذي كان مراقب يعني من احد اللاعبين كنا سيدي التونسيين، ومحاط بثلاثه لاعبين كنا سيدي تونسيين كنا سيدي اخرين، يعني كانوا يراقبون كنا سيدي حكيمي ويحاولون يعني وضع عليه يعني الرقابه كنا سيدي الصارمه. لكن كنا سيدي العبقري يعني احسن ظهير واحسن يعني ماشي فقط ظهير، نقدر نقول لكم هو احسن ظهير واحسن وسط ميدان واحسن كنا سيدي مهاجم، غادي يقوم كنا سيدي ذكي كنا سيدي حكيمي بوضع الكره في شباك كنا سيدي المنتخب التونسي، اللي غادي تجعلكم بانكم يعني غادي تبقاو محلولين كنا سيدي حالين الافواه كنا سيدي ديالكم، وتنظرون في بعضكم البعض وتتساءلون من اين خرج اللاعب كنا سيدي حكيمي وكيف وضع حكيمي الكره كنا سيدي في الشباك. هذا الوضع ديال الكره ديال حكيمي قلنا سيدي في الشباك هي جاءت على غرار، يعني وعلى غرار وعلى نهج وعلى نفس قلنا سيدي الطريقه اللي وضع بها قلنا سيدي حكيمي اول قلنا سيدي هدف عندما كان يلعب النهائي ديال الشامبيونز ليغ يعني امام الانتر ميلو، وفتح يعني شباك ديال الانتر ميلو بهدف قلنا سيدي جميل قلنا سيدي جدا يعني في الشوط الاول من المقابله، وبالتالي يعني فتح الانتر ميلو على مصراعيه وبداو ينهالون الاهداف قلنا سيدي على الانتر ميلو. هو نفس الشيء اللي حدث معكم كذلك يعني بعد ان فتح يعني حكيمي يعني وشتت يعني ذلك الدفاع المتراكم المجتمع يعني المجتمع قلنا امام المرمى قلنا ديالكم، غادي توليو يعني سيفا عليكم وبهلاء ديالكم كما يقال بالدارجه قلنا المغربيه، انكم غادي تحاولوا انكم تحلوا انكم غادي تحاولوا الان قلنا تحاولوا تلعبوا كره القدم وتحاولوا تقوموا بهجمات قلنا كذلك مرتده من اجل تعديل قلنا الكفه، لانكم النتيجه اللي كنتوا كتبحثوا عليها هي التعادل اللي كنتوا غادي تحسبوا انتصار، تعادل بطعم قلنا سيدي الانتصار. لكن قلنا سيدي ملي فتحتوا قلنا سيدي اللعب غادي يجي قلنا سيدي المايسترو ديال المنتخب الوطني المغربي الكعبي وبهجمه قلنا سيدي يعني منسقه وب يعني لي باسات يعني ما بين قلنا سيدي اللاعبين يعني لي باسات قلنا سيدي جميله قلنا سيدي جدا، غادي يدخلوا على الحارس ديال المرمى ديال المنتخب قلنا سيدي التونسي، وغادي يوريوه كيف ان الاهداف قلنا سيدي تسجل عندما يريد المنتخب الوطني المغربي يسجل. اذا في 10 دقائق يعني اكرمكم المنتخب الوطني المغربي يعني بهدفين قلنا سيدي جميلين جدا. يعني هنا قلنا سيدي في هذا الاطار قلنا سيدي غادي نحاول كذلك نذكر بان الاعلام التونسي وهاد اللاعبين قلنا سيدي التونسيين اللي قبل قلنا سيدي المقابله اللي كانوا كيتحدثوا على ان المنتخب الوطني التونسي انه كعبه قلنا سيدي عالي على المنتخب قلنا سيدي المغربي، هذه بالنسبه قلنا سيدي لكل قلنا سيدي اللي يتابع الشان الرياضي والعارف بالشان قلنا سيدي الرياضي غادي يعتبرها بانها هرطقات وغادي يعتبرها بانها قلنا سيدي خزعبلات، لانه لو راينا قلنا سيدي الى جميع المقابلات التي اجريت ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب قلنا سيدي التونسي فهنالك غلبه يعني بفرق واضح على المنتخب قلنا سيدي التونسي. لا يمكنك ان تقارن يعني المقابلات، يعني قلنا لكم هنالك 52 مقابله فيها 28 ديال التعادلات وفيها 15 ديال الانتصار للمنتخب الوطني المغربي وفيها 9 ديال الانتصارات ديال المنتخب قلنا سيدي التونسي، وبالتالي يعني ان الفرق كذلك قلنا سيدي شاسع حتى على مستوى الاهداف، بان المنتخب الوطني المغربي مسجل يعني 52 قلنا سيدي هدف على المنتخب التونسي، في حين المنتخب التونسي مسجل 43 هدف على المنتخب قلنا سيدي المغربي. اذا على جميع قلنا سيدي الاصعده ان هنالك فرق واضح ما بين المنتخبين المغربي الوطني والمنتخب قلنا سيدي التونسي، بالاضافه الى جوده قلنا سيدي اللاعبين والطريقه اللي كيلعب بها قلنا سيدي المحترفين قلنا سيدي المغاربه. اذا لا يمكنك ان تقارن ما بين هذا وذاك، فشتان ما بين الثراء والثريا. لكن بعد قلنا سيدي الهزيمه قلنا سيدي ديالكم وانكم بديتوا كتبحثوا على مبررات قلنا سيدي الهزيمه ديالكم امام المنتخب قلنا سيدي المغربي، وبديتوا كتحدثوا على المقابلات قلنا سيدي الرسميه. اقول لكم بانه لا يمكن لاي منتخب كيفما كان النوع ديالو انه يربح مثلا منتخب معين يعني في كل المقابلات قلنا سيدي في كل المقابلات ديالو، فكل مقابله كتربحها امام منتخب اخر الا وانه كيعطيك وكيضاعف من الحظوظ ديالك بانك باش تربحوا مره اخرى. هذا منطقي وهذا طبيعي وهذا هو الفكر قلنا سيدي الطبيعي اللي كيتجرى. لكن المنتخب الوطني المغربي يربحكم عده مرات يعني ومرات متتاليه، مره بعد مره بعد مره بعد مره، وبالتالي انك تجي تقول بان كعبه عالي انطلاقا يعني باخذ يعني بعين الاعتبار قلنا سيدي المقابلات اللي كتعتبرها مقابلات قلنا سيدي رسميه، فهذا غير ممكن.
لانه الا بغينا نتحدثوا يعني ذاك الرسميه وتقول بانهم اقصيناهم من كاس قناه سيدي العالم، راه فلا يمكن المنتخب الوطني المغربي ان يشارك في كل نسخه ديال كاس قناه سيدي العالم، خاصه يعني في النسخات السابقه اللي كان كيتاهل منها فقط من افريقيا يعني بعض المنتخبات، يعني جوج ولا ثلاثه ديال المنتخبات الافريقيه. وهنا كان عليكم انكم تقدموا الشكر للمنتخب الوطني المغربي. يعني عندما نتحدث يعني عن المحافل الدوليه الكرويه اللي كانت كتجرى، فراه خاصك تعرف بان المنتخب الوطني المغربي ليس من جديد قناه سيدي عليه انه يكون هو دائما السباق الى فتح الابواب امام المنتخبات الاخرى، ومن بينها المنتخب قناه سيدي التونسي من اجل الحلم للمشاركه في كاس العالم. فبعدما كنتم انكم كتشاركوا فقط كتحلموا انكم تشاركوا في كاس العالم، انه جات واحد الفتره تاريخيه معينه اللي هي ما بعد قلنا سيدي المشاركه ديال 86 ديال المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم، والمرور قلنا سيدي الى الدور قلنا سيدي الثاني، المرور الى الدور الثاني من كاس قلنا سيدي العالم، وكان اول منتخب كيمر الى الدور قلنا سيدي الثاني. اصبح المنتخب التونسي كذلك انه يحلم يشارك يعني يشارك في المونديالات، وانه يوصل للدور قلنا سيدي الثاني، يعني يوصل الدور الثاني كما فعل المنتخب الوطني المغربي. لكن اننا انتظرنا يعني 4 عقود من سنه 1986 الى 2025، هنالك ما يزيد على 4 عقود، وانكم لن تتمكنوا يعني قط من الوصول الى المربع والى الدور الثاني من الاقصائيات ديال كاس العالم. اذا 4 ديال العقود وانتم كتحلموا انكم الان فقط توصلوا الى الدور الثاني من التصفيات ديال كاس العالم. المغرب يعني المنتخب المغربي يعني سائما انتظار ديالكم الوصول ديالكم الى الدور الثاني. جاءت سنه 2022 اللي غادي يرفع عليكم السقف سيدي عالي، وانه غادي يقوم وغادي يواصل الطريق بالزحف سيدي ديالو، انه غادي يكون كذلك اول منتخب انه كيوصل الى المربع الذهبي ديال كاس سيدي العالم، واللي بقاو فيه كذلك العتاوله ديال كره القدم اللي هي الارجنتين وفرنسا والمغرب وكرواتيا، عتاوله ديال كره القدم اللي بقاو فيه في المربع سيدي الذهبي. اذا كنت الحلم ديالكم كان انكم توصلوا للدور الثاني، توصلوا للدور الثاني لمده ديال 4 عقود وما وصلتوش، فاعتقد بان الحلم ديالكم الان غادي يولي انكم خصكم تبقاو تحلموا يعني 4 ولا 5 ديال القرون من اجل الوصول الى ما وصل اليه المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم الاخير اللي هو ديال كاس العالم ديال قطر. اذا القياس ديال المنتخبات وداك الشيء هي في المحافل الدوليه وشنو هي النتائج اللي وصلت لها. حتى على مستوى الانديه احيانا كتبداو كتكلموا على المستوى ديال الانديه، نقول لكم بان الانديه المغربيه اللي هي ما عندهاش يعني القاب يعني كثيره ديال الكؤوس، نظرا للظرفيه اللي كانت كتلعب فيها، ونظرا ل يعني الكولسه اللي كانت كتمارسها يعني الكره الافريقيه ضد الانديه المغربيه، واللي كان دائما كيربطوها بمسائل سياسيه، هو ان اول فريق وانا سيدي انه اللي غيوصل للمربع الذهبي، اول فريق اللي غيلعب النهائي ديال كاس العالم ديال الانديه هو فريق الرجاء البيضاوي، وليس فريق الترجي التونسي، وليس فريق النادي الافريقي، ولا فريق يعني اي فريق ولا سيدي اخر. يعني الفريق ديال الترجي التونسي اللي هو الفريق الوحيد اللي عندكم اللي مسيطر على البطوله التونسيه والذي يضع علامات استفهام. اذا يعني احسن فريق عندكم في البطوله واللي كيدي دائما الالقاب وكيدير البطوله الوطنيه التونسيه كل سنه، وكانه ماضي عقد مع الدوله التونسيه على انه يفوز باللقب ديال البطوله الوطنيه، انه اذا كان فعلا انه فريق قوي، كان انه منين غادي يخرج من القرار الافريقي كان غادي يشارك، وكان غادي يكون من الفرق اللي كتوصل كذلك للنهائيات ديال كاس العالم ديال الانديه، لكنه الشيء ما حدث. وبالتالي بانهم لا يمكنك ان تقارن يعني الكره التونسيه مع الكره المغربيه سواء على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات. فاي مقارنه من هذا النوع هذا هو يعتبر غباء، ويعتبر كذلك هو يعني إهانة المنتخبات اللي عندها باع طويل في كرة القدم مثل المنتخب الوطني المغربي. إذا كل ما أنكم استفدتوا منه وكان خاصكم تستفدوا منه، وهو أنكم تقولوا بأن لدينا الشرف بأن غادي نواجهوا المنتخب الوطني المغربي اللي هو المنتخب أحسن منتخب في القارة الإفريقية. الترتيب ديالو يبرهن على ذلك. ثم كذلك بأن الاعتراف الدولي بالقوة ديال المنتخب الوطني المغربي، وشكون اللي كيعترف بالقوة ديال المنتخبات وهي القيمة السوقية ديالهم. فهذيك القيمة السوقية راه ما خلقهاش الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ولا خلقتها الدوله المغربيه، ولكن القيمه السوقيه ديالهم عطاتها الانديه اللي هي الانديه يعني اوروبيه، انديه كبيره ومنتخبات اوروبيه كبيره والفيفا والى غير ذلك. يعني ذاك القيمه السوقيه راه ماشي حنا اللي عطيناها لهم، ولكن هذاك هو اللي كيستحقوا، هذاك هو اللي كيستاهلوه منتخب يعني لاعبين يعني بمعنى الكلمه عندهم وزن كبير داخل القاره
افريقيا. اذا يعني باش ما غاديش نزيد نطول، قلنا سيدي عليكم انكم يعني جيتوا واستقبلناكم ولعبتوا المقابله الوديه، كان عليكم انكم تكونوا ناس يعني موضوعيين وتحللوا مثلا المنتخبات وتنزلوا وتحاولوا انكم توقفوا على نقاط الضعف قلنا سيدي ديالكم والاصلاح ديالها من اجل الاستعداد لكاس افريقيا الاقصائيه ديال كاس افريقيا ولا كاس العالم والا وما غير ذلك. لكن انتم يعني جيتوا بمفهوم قلنا سيدي اخر باش تمارسوا شيء قلنا سيدي اخر غير كره القدم، والنتيجه كانت هي هذه انكم عدتم بخفي قلنا سيدي حنين، وانكم ربما كنتم حتى انكم كتطمحوا انكم تستغلوا يعني الرتبه اللي كيحتلها المنتخب الوطني المغربي على مستوى الترتيب قلنا سيدي الترتيب العالمي ديالو، كنتم باغيين انكم تجيو وتكتبوا بعض النقاط قلنا سيدي عليه. لكن اشرف حكيمي قال لكم هذا لا يمكن ان يكون على ظهورنا، على ظهور المنتخب الوطني المغربي، واكده لكم قلنا سيدي الكعبي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء.